وصفتي المعتمدة اللي لازم أعملها كده مرة في الأسبوع. اسمعولي كده صوت القرمشة رهيبة جدا. تعالي النهاردة أقولك إزاي بحباية واحدة من البطاطس تعملي معاكي أحلى وأطعم مقرمشات كده شيتوس في البيت. طعمها وشكلها وقرمشتها مش هتفرقيها عن الجاهزة. شايفين ما شاء الله الجمال ولا الطعامة بدون أي حاجة بقى مش صحية. هنطلع معانا مقرمشات كده الولاد هيتجننوا عليها. نزلناها مع بعض في أول الأجازة ومن جمالها بنزلها لكم تاني علشان بجد لازم تجربوها. جربي الطريقة دي وانتي مغمضة. الفيديو كان معدي ال2 مليون مشاهدة على قناتي اللي فاتت وما شاء الله تجارب عليه ناجحة 100%. حطي لايك للفيديو واشتراك ومتابعة لو أول مرة بتشوفيني وفعلي الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد. هاتي حباية واحدة كبيرة من البطاطس أو حسب المتوفر عندك. أنا اللي كان عندي صغيرين استخدمت 3 وزنهم بالظبط 300 جرام من البطاطس، يعني ربع كيلو حاجة بسيطة كده من البطاطس. غسلت البطاطس كويس جدا جدا وهبدأ ان انا اسلقها بقشرها. خطوة مهمة جدا ان انتي تسلقي البطاطس بقشرها علشان ما تشربش مية معاكي وتشرب سوائل، فبالتالي تفرقع معاكي اثناء التسوية. بدأت ان انا اسلقها بقشرها كويس جدا لغاية زي ما انتوا شايفين كده البطاطس قشرها يفتح. احنا عايزينها كده علشان لما نيجي نهرسها تكون بيوريه ناعمة تماما، فتبدأ ان هي ما يبقاش فيها اي قطع تخلي البطاطس دي او الشيتوس واحنا بنحمره يفرقع معانا اثناء التسويه. هقشر البطاطس وابدا ان انا اهرسها كويس جدا بالهراسه بظهر كوبايه بالشوكه. ممكن كمان تعملي الخطوه دي في الكبه حسب ما انت حابه. انا ههرسها بقى كويس جدا بالهراسه بالشكل ده، وتاكيدا كمان بعد ما اخلصها بالهراسه هجيب الشوكه وابدا ان انا اعيد عليها علشان اتاكد ان ما فيهاش اي قطع صغيره تخلي البطاطس دي او الشيتوس يفرقع مني اثناء التسويه. هنقول خطوات كده علشان يطلع معاكي مظبوط 100%. بعد ما اهرسه واتاكد منه كويس قوي كده تمام جدا، تعالوا بقى نضيف له الاضافات الاساسيه اللي هتظبط معانا الطعم والقرمشه. رقم 1 هنزل معايا بالنشا. النشا طبعا هتظبط معايا قوام البطاطس وكمان هتديله القرمشه اللي احنا محتاجينها. كل 100 جرام من البطاطس بحط لها معلقه كبيره مليانه من النشا. استخدمت عندي 300 جرام من البطاطس ضفت لهم 3 معالق كبار من النشا. وتعالوا نزود التوابل، وهنا اختياريه ضيفي التوابل اللي انت بتفضليها. ضفت نص معلقة صغيرة من الملح. حطيت كمان رشة كده من البابريكا حوالي ربع معلقة صغيرة. ربع معلقة صغيرة من الكركم هيديني لون مصفر كده ولون ذهبي حلو قوي. نص معلقة صغيرة من الثوم البودرة ونص معلقة صغيرة من البصل البودرة. وهضيف معلقة صغيرة كده من طعم الجبنة بيتباع عند العطار هيديني طعم حلو جدا. استخدمي السبع بهارات، توابل بطاطس، اي توابل انت حابة تضيفيها. تبلي البطاطس بتاعتك النهاردة زي ما انت عايزة. وابدأ ان انا اعجن الكلام ده كله مع بعض كويس جدا. هنعجنها مع بعض هتحسي ان هي كونت معاكي عجينة. لما تيجي تشكليها على هيئة صباع كده هتحسي ان الصوابع دي بتتكسر، معنى كده ان العجينة بتاعتنا قوامها تقيل، فمش هينفع ان احنا نشكلها بطريقة الكيس كده وننزلها في الزيت زي ما احنا عايزين وتطلع معانا الصوابع. عايزين العجينة دي تكون طرية او لينة شوية. فهبدأ ان انا اجيب جنبي كده ربع كوباية من المية واضيف لها المية شوية بشوية صغيرين واعجن لغاية ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه اللي هنختبره دلوقتي مع بعض وهقول لكم هيكون عامل ازاي. هضيف كده معلقة كده من المية واعجنها برده كويس قوي لغاية ما المعلقة دي تختفي. ابدأ ان انا احط لها شوية كمان شوية بشوية. ما تضيفيش مرة واحدة مية كتير علشان العجينة ما تسيبش كده وتفك معاكي. استخدمت عندي اقل من ربع كوبايه الميه اللي كنت حطاها جنبي لغايه ما اشكلها بالشكل ده وتكون طريه ولينه، والصوابع اللي انا بعملها دي مش بتتقطم او بتتكسر معايا كده تمام. هو ده القوام اللي انا محتاجاه. كده خلاص العجينه جاهزه ما بتاخدش ثواني كده في التحضير. تعالوا دلوقتي بقى نختبرها مع بعض. بصوا الشكل لما توصل معاكم كده صوابع طريه لينه مش بتتكسر. تعالوا بقى دلوقتي نشوف مع بعض التشكيل والتسويه. هاتي معاكي كيس تلاجة، كيس كريمة اللي هو كيس الحلواني المتوفر عندك استخدميه مفيش أي مشكلة. هبدأ إن أنا آخد العجينة وأحطها معايا جوه الكيس بتاع الحلواني علشان إن أنا أشكلها بطريقة سهلة وسريعة وما تاخدش مني ولا وقت ولا مجهود. أحط كده العجينة بالشكل ده. العجينة متبلة وريحتها في منتهى الطعامة. ونبدأ إن احنا نفتح الكيس كده فتحة مناسبة حسب حجم صوابع الشيتوز اللي انت عايزاها، بس يفضل تكون وسط، يعني ولا رفيعة قوي ولا سميكة قوي. هقطع بالشكل ده وهبدأ ان انا انزل العجينة واطلع الهواء كده من الكيس، وكده احنا جاهزين معانا على التسوية. بصوا كده العجينة بتطلع بكل سهولة وسلاسة ومش بتتقطع ولا بتتكسر، هو ده اللي انا محتاجاه. تعالوا بقى نتكلم عن التسوية.
معايا زيت غزير، وما تقلقيش ما بتشربش زيت خالص ولا بتبوظ الزيت، يعني هتعرفي تستخدميه. الطاسة تسخن معايا كويس جدًا، جدًا، والزيت سخن كويس أوي، يعني باسخّن الزيت كويس، بس أول ما أنزّل فيها الشيتوز بيكون النار بتاعتي متوسطة، يبقى باسخّن الطاسة والزيت كويس أوي، باختبر الزيت كده بقطعة من العجينة، أول ما أنزّلها تطفي معايا على الوش كده، يبقى هي كده تمام. الزيت سخن كويس، أبدأ إن أنا بالمقص كده بابِلّه شوية من الزيت بنفس الطريقة بتاعة تشكيل بلح الشام. أبدأ إن أنا أضغط على الكيس وأنزّل الصوابع وأقطع كده حسب طول الصوابع اللي أنا عايزاها بتاعة الشيتوز. لو تلاحظوا على طول بيبدأ إن هو يطلع معايا على وش الزيت كده لإن الزيت سخن، يبقى الزيت سخن بس درجة الحرارة دلوقتي متوسطة، ما تخلّيش درجة الحرارة عالية علشان ما يتحمّرش معاكِ بسرعة ويكون لسه البطاطس محتاجة تسوية من جوّه. بُصّوا كده الجمال، أنا ما حبيتش إن أنا أزوّد عن كده علشان كُلّه بقى يبدأ إن هو ياخد لون واحد، يعني لمّا تلاقي اللي فوق بدأوا إن هم خلاص يصفرّوا، توقّفي بقى إضافة علشان كُلّهم يتعملوا معاكِ كده دُفعة واحدة، وما تحطّيش كده الشيتوس كُلّهم فوق بعض علشان ما يستووش وهُم فوق بعض، وفي البداية ما بنحرّكهمش خالص لا بمعلقة ولا شوكة ولا أي حاجة، لإنّهم بيكونوا حاجة هشة وطرية فوق ما تتخيّلوا أول ما بينزلوا في الزيت. بتسيبيهم كده لغاية ما يبدأوا إن هم يصفروا ويقرمشوا ويمسكوا نفسهم، في المرحلة دي عادي بقى اقلبيها على الجنب التاني حسب رغبتِك، حرّكي فيها زي ما أنتِ عايزة. أول ما يبدأ الشيتوس يمسك نفسه ويصفر كده من تحت، أبدأ إن أنا أقلبه معايا على الجنب التاني، ما بياخدش وقت خالص في التسوية، وطول الوقت بتاع التسوية النار عندي متوسطة، لغاية ما يبدأ إن هو يصفر وياخد اللون الحلو، أبدأ إن أنا أعلّي النار في آخر ثواني، يعني آخر 3 ثواني علشان يطرد أي زيت زيادة كان شربه، وأبدأ إن أنا أطلّعه معايا كمان في مصفى، عايزة أقول لكم ما بيكونش شارب حقيقي نقطة زيت، الكمية كلّها باحمّرها وما بتاخدش وقت خالص معايا، خفيف كده ومش شارب زيت. وبُصّوا يا جماعة الجمال والقرمشة، اللهم بارك. وحبّاية البطاطس أو ربع كيلو البطاطس بيعمل معاكِ كمية مقرمشات كده تكفّي العيلة كلّها. حابة تسيبيه كده بقى، حابة إن أنتِ تتبّليه حسب رغبتِك. هي طبعًا عجينة البطاطس متّبلة، أنا باسميه شيتوس كده لإنه في شكله وفي قرمشته وطعم الجبنة اللي إحنا لسه بنضيفه عليه، حقيقي بيكون من التجربة كده أكتر من 80% من تجربة الشيتوس، يبقى حاجة عملناها في البيت وضامنينها وبنأكّلها للولاد. بُصّوا كده الجمال يا جماعة والطعامة ما شاء الله. أنا حطيت طعم جبنة في العجينة وهابدأ إن أنا أدّي رشّة بسيطة برضه طعم جبنة كده على الوش بيكون في منتهى الجمال. عايزة أقول لِك الشيتوس أول ما تعمليه يُفضّل إن أنتِ تاكليه على طول، بيكون مقرمش جدًا، جدًا، لإنِّك لمّا بتسيبيه بعد شوية بيبدأ إن هو يطرى شوية معاكِ، فيُفضّل أول ما تعمليه وهو لسه طالع كده وبالقرمشة اللي أنتِ سمعتيها، بألف هنا تاكليه. هاحط له شوية كده من طعم الجبنة وأقلّبهم كلّهم في بعض كده، وكده هو جاهز عندي وخطير. جرّبوه متأكدة إن هو هيعجبكم جدًا. ما تنسوش حبايبي لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك واشتراك ومتابعة، وانتظروني في فيديو جديد ووصفات جديدة كل يوم إن شاء الله. مع السلامة.